هو الويل وادي من أودية جهنم نعوذ بالله. الخامس قال وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله معناها منين يعودوا ولاتهم ورؤساهم قانونهم اللي يحكموا بينهم به ما هو ما أنزل الله، يغيروا الشرع مولانا ويعدلوهم قوانين من عند رؤوسهم، والله يتموا يقبوا الرشوة ويظلموا الناس. هذا منين يتعدلوا مدة؟ لا بد من يرفع عليها مولانا السيف إذا تخرج بينها الحروب الأهلية والمشكلات الداخلية. وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يرفع عليهم مولانا السيف وعدل بأسهم بينهم وتخلق الحروب والمشكلات بينهم وهم قاعدين أنفسهم. إذن هذا خمس عقوبات عجيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وضررها كبير كاملة ما فيها واحدة ما تنسيك وذيك اللي قبل. وهذا السبب عاد منين يجي قحط يلا مدة الخلع إلا الله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا لا تخويف للناس. وهذا القحط يشكي منه كل شيء حتى الحيتان في الماء تتأثر بالقحط والشجر يتأثر به والأكسجين اللي تنفسه فيه يتأثر به وحص التراب يتأثر به. ما في شيء ما يتأثر بهذا القحط. الله عز وجل قال جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كل شيء فيه فائدة نستفيد من هذا الماء. وهذا الاستسقاء فيه ضراعة لله قلنا يصوموا 3 أيام قبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حد عنده شيء أنه يتصدق بين يدي الاستسقاء ويأمرهم بالعتق اللي منهم عنده حالة يعتق بها يعتق ويأمرهم بالاكثار من الاستغفار. بالاستغفار طلب المغفرة هو ما خارج عقوبة جي ما هو بسبب ذنب ولا ترفع ما هو بتوبة. وذاك قال العباس رضي الله عنه من يقدم عمر بن الخطاب في الاستسقاء قال بين إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولم ترفع إلا بتوبة. ما قد جاءت عقوبة من عند ولانا ما هو بسبب ذنب ولا قد ارتفعت ما هو بسبب توبة. هذا هو طلب الاستغفار. ورا ذاك يخرجوا وقت الضحى وقت صلاة الضحى يخرجوا من قريتهم يمشوا كاملين خارج المدينة يمرقوا من البيوت يجأرون إلى الله هم يستغفرون ويعودوا لابسين اللباس ما هو زين ما عكس العيد والجمعة. الشيء اللباسهم هو اللي يلبسوا يقول لهم ما هم متنعتين والشخرين هم جايين ينعتوا الضراعة والفقر والمذلة ولا يشكوا من حالهم الملان. ومنين يجتمعوا في ذاك البلد اللي يصلوا فيه اللي هو المصلى الصحراوي يتقدم الإمام ويصلي بهم ركعتين اللي كيف صلاة العيد فيهم زادهم التكبيرات كيف تكبيرات العيد. الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات وراهم الفاتحة والسورة والركعة الثانية فيها 6 تكبيرات بتكبيرة الرفع ورا ذاك الفاتحة والسورة. ومنين يسلم الإمام يوقف يقول صلاته وصد شور الناس في البداية ويخطب خطبة فيها الوعظ. وشفتوا ذاك اللي قلنا في صلاة الجمعة من الحمد خطبة الجمعة من الحمد وذاك اللي قلنا في صلاة العيد من التكبير يدير في صلاة الاستسقاء الاستغفار يبدأها بالاستغفار ويقطعها به ويذكر آيات الاستغفار وفضل الاستغفار ويبين التوبة ويبين الناس اللي مطلوب منهم فيها ويبين خطر العقوبة وخطر المعصية وآثارها. ورا ذاك بالصدر شيء القبلة ويبدل رداءه مع الرداء قال اللي على الاكتاف من يعود معه دراعة ترى ثقيل السيخة وتمداله يعني لا عاد عنده حولي فوق هذا يبدلوا معناه هذا اللي على الكتف العربي يديروا على العصري ولا يدير الفوقاني منه هو التحتاني لا عكس اللي على الاكتاف وتف يدير اللي على الكتف العربي هو العصري وذاك تفاؤل وتبدل الحال. والصدر شيء القبلة ويدعو يجتهد في الدعاء برفع البلاء وإنزال المطر يجتهد في الدعاء ويبكي ويبكي الناس واللي ما قد يبكي يتباكى ولا يسقيهم ولا لا يعدلوا هذا وجايز تكرارها معناها لا يعدلوا ولا يمطروا يعدلوها مرة أخرى إذا يسقيهم ولا. إذن هذه هي الصلة الثالثة من ذوات الخطر إن قالها صلاة الاستسقاء. الصلة الرابعة منهم إن قالها صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لا آية أخرى من آيات الله كيف القحط معناها إلى إفقاد ضوء الشمس ولا ضوء القمر هذه آية من آيات الله وتخويف يخوف فيهم ولا عبيده ويا الله يخافوا فعلا ولا خافوا يا الله يلجوا إلى الله وذاك بالصلة. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه كسفة الشمس بحياته يوم مات إبراهيم ويوم وفاة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الناس صلاة جامعة واجتمعوا في المسجد من يتلاحقوا في المسجد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم شور المحراب وصلى أحرم وقرأ
حرم لا كبر تكبيرة واحدة غير قراءة طويلة طويلة قد سورة البقرة، واركع ركوع طويل لا قريب من قيامه، وارفع وقرأ مولي قراءة طويلة قراءة فاتحة وقرأ وراها قراءة طويلة قد سورة آل عمران، واركع ركوع قريب من قيامه ذاك. إذن فيها ركوعين وقيامين في كل ركعة. في الصلاة العادية فيها لا ركوع واحد في كل ركعة، هذه فيها ركوعين في كل ركعة. والرفع الثاني ما أقرأ فيه، الركوع الثاني وراها ارفع ووقف غير ما أقرأ الا ادعو والسجود طوله حتى لين عاد قريب من الركوع، وقعد رفع عادي ما طوله حتى، والسجود السجدة الثانية قريب من ذيك الأولى، وقام مولي للركعة الثانية وقرأ الفاتحة وقرأ وراها طول حتى لين عاد قد سورة النساء تقريبا ولا هي، واركع ركوع قريب من ذاك القيام، وارفع وقرأ الفاتحة وقرأ وراها مولي طول حتى في القراءة لين عاد قد سورة المائدة، واركع ركوع مولي قريب من ذاك القيام، وارفع رفع عادي، والسجود وراء سجود طويل قريب من الركوع، وارفع رفع عادي، والسجود سجود اللي قريب من ذاك الركوع ومن ذاك السجود اللي قبله، والتشهد تشهد عادي وسلم. هي الشمس فات انجلت ووقف واخطب، وراه في الصلاة وتقدم متقاعس وشافوا أحوال عجيبة خلعت منها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل شيء، ما قطع الدين، تقدم ما عدل الجدار وتقاعس عنه لين بعد أنه دخل في الصف وتقدم ورجع البلو، وخلعت الناس وبكات كاملة. ومنين سلم وقف واخطب فيهم، قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، خوف مولانا بهم العباد، لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته. خايف الناس تكون عن هذا الله سبب إبراهيم، قالوا لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، يخصف مولانا متى شاء. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. من تشوفوا الكسوف الشمس والله في القمر افزعوا إلى الصلاة. وهذه الصلاة اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم عدلها لا في كسوف الشمس ولا في النهار، وفيها الخلاف كان يشعر فيها في القراءة ولا لا. يغير فتنة قلنا عن الصلاة اللي في خطبتها عن الله يشعر فيها في القراءة، ولذلك مثل الجمهور عنها يشعر فيها، وقايل طائفة من العلم عنها يشعر فيها في القراءة، يسوي معدل الإمام لكن ما يخصرش. هي تعدل في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم عدلها في مسجده، هي ما هي كيف الصلوات الأخرى، هي كيف الجماعة تعدل في داخل المسجد. ومنين يخطب الإمام خطبتها عنده فيها الخيار، إذا أبغى يعدلها خطبة واحدة ولا يقعد فيها ويوفيها، ولا أبغى يعدلها كيف خطبة الجماعة يخطب ويقعد ويوقف ويوفي الخطبة الثانية. به الإمام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدل خطبتين، وبقى محتمل لعدانة تنقاس للجماعة، والله نحمل اللفظ على ظاهره ونقولوا عنها خطبة واحدة. وهذا كيف تذكر كنا نقوله الصلوات الأخرى اللي ما فيها تصريح بعدنا خطبتين، الأصل إذا قالوا خطبة لا يجي في الذهن إلا خطبة الجماعة وذيك خطبتين بيناتهم جلسة. يغير مع ذلك من ما يصرح بعدانهم خطبتين يقد يخلي اللفظ على ظاهره وتعدل خطبة واحدة. ولهذه الخطبة الأفضل حد يذكر فيها اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خطبة الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ فيها وقال اللفظ، قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك انزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. واستسقى ورا ذاك باللي الأدعية الأخرى. حد يعرض شيء من أركان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه والله فدعيته يا الله يعود أفضل من غيره دائما، وحد ما يعرضه ما في حرج إلى عدل هو يسوي قاعد إلا بلغة أخرى، حد لا يخطب مدة يا الله تفهم ذا اللي يقولها يسوي بلغة لا يتفهم. إذا هذا هو ماتي ذوات الخطب من الصلاة وهي آدابهم. والسهو فيه ولا كيف السهو في الفريضة حد خلى شيء يجبروه يسوى إلى انقص شيء لزمه القبلي عند المالكية، ولا زاد شيء لزمه البعدي عند المالكية، ولا يجتمع له نقص زيادة يعدلوا قبلي كيف اللي كنا نقول. صلاة الكسوف ندل صلاة الكسوف لا تعلم بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن وينادي المنادي يقول الصلاة جامعة،
وهذا يخلق قاع في كل اجتماع دور النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجتمع عليه يوجهها يعدلوا يغير ما عند هذا هذا كاملات الصلوات ما عندهم أذان يكون الجمعة عند أذانين واحد عند دخول الوقت اللي والله قاع قبله يتهيأ الناس ويغتسل الله يغتسل يلبس الباس وتوفى الناس من عملها وتجي للصلاة وواحد عنده من يقعد الإمام على المنبر ذاك وقاعد اللي يحرم به البيع والاشتغال بشخاط الصلاة وعود ذاك الوقت ما جائز للشغال بأي شيء من أعمال الدنيا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلا من يقعد الإمام على المنبر ذاك وقت حرمة البيع والمقصود بالبيع هون الشيء ما يتعلق بالصلاة من هنا يتحد واحد الصلاة ولا يجبر ما هو تكسي وعاد لا يكري هذاك الوقت كانوا يدرك الصلاة ذاك جائز له والله ما هي لا يتوضى بها ولا سجادة لا يصلي عليها ولا يجبر شخاطها ذاك النوع للصلاة ما هو شاغل عنها هو البيع اللي منها عنه ذاك شاغل عن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن الظروف هنا غير مواتية لكتابة الجواب على هذه الأسئلة بتفصيل لذلك اخترنا أن تكون على هذا الوضع لعل الله ينفع بها. أما السؤال الأول فهو بما تقوم الدية بالإبل مع أننا لسنا من أهل الإبل أم بالوراق باعتباره عوضا عن الورق. والجواب أن الراجح أن للدية أصلا واحدا وهو الإبل لأن أصل من شيئها ما كان من قصة عبد الله بن عبد المطلب حين نذر أبوه نحره فامتنع أخواله من بني مخزوم عن ذلك فاصطلحوا على أن يذهبوا إلى كاهن خيبر فتحاكموا إليه فأمره أن يستهم عليه وعلى 10 من الإبل كلما وقع السهم على عبد الله زاد عليها 10 فلما بلغت 100 وقع السهم على الإبل فكرر ذلك 3 فكانت دية الحر فيما بعد. قد أقر الشارع هذه الدية فهي أصل الديات كلها. وفي زماننا هذا اليوم لا يوجد تعامل بالذهب ولا بالورق فلم يبقى إلا أن تكون الدية بالأصل الذي هو الإبل. ودية الخطأ الذي ليس فيه شبه عمد مخمسة بين أسنان الإبل فيها 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بن لبون ذكر و20 بن لبون ذكر و20 حقة و20 جذعة فهذه هي أسنان الإبل التي تدفع منها الدية. وعند المالكية أنها منجمة على 3 سنين تحل بأواخرها وجمعها على أولياء الدم فلا يجب على العاقلة جمعها إنما هو على أولياء الدم. وبهذا يعلم أن تقويمها اليوم إنما يكون بالإبل لكن بالإمكان أن ينظر إلى أواسطها فابنة اللبون مثلا هي أوسط هذه الأسنان لأنها تحتها بنت المخاض وابن اللبون وفوقها الحقة والجذعة فلو ضرب ثمن لابنة اللبون مثلا وضرب في 100 لكان ذلك تقويما جيدا للدية. فلو كانت ابنة اللبون مثلا تباع الآن ب50,000 أوقية وضرب ذلك في 100 لكان ذلك حدا وسطا في هذه الأسنان. وبذلك يكون مناب الدية في الحد الوسط 5 ملايين من الأوقية. السؤال الثاني على من تجب الدية هل تجب على القادرين من العصبة أم على العصبة عموما؟ الجواب أن الدية أوجبها الشارع على العاقلة للتعاون على النوائب التي لا تدخل في طوق الإنسان ولا هي من قدرته. والخطأ ليس من أفعال المكلفين إنما هو أمر كتب عليهم فلذلك لا يؤاخذون به في الآخرة قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن مع هذا ترتب عليه بعض الآثار الدنيوية في الضمان لأن دم المسلم لا يهدر فلذلك تلزم العاقلة به. وهي قبيلة الجاني إذا كان فيها عدد كثير من الرجال الأغنياء فلا تجب على النساء ولا على الفقراء وإنما تجب على الرجال الأغنياء ولا تؤخذ من أموال اليتامى ولا من أموال الصبيان
إنما تؤخذ من البالغين القادرين، ولا يلزم التساوي فيها، إنما تكون بحسب الغنى. فلذلك الأصل فيها أن تكون على وجه التراضي، فيدفع كل إنسان من العاقلة ما استطاع وما لا يشحف به حتى تتم الدية من ذلك. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفرضون فيها قدرا معينا على كل فرد، إنما كانوا يأمرون العواقل بجمعها كما أمر عمر رضي الله عنه بني مدلج بجمع 100 من الإبل على الماء حتى أتاها، فسأل عن أخي القتيل فقال خذها. فلذلك لا يمكن أن تضرب على الفقراء ولا على عموم العاقلة بالتساوي. وهنا لا خصوص للعصبة، فالعواقل يدخل فيها من لا يتأكد من ارتباطه النسبي، ويدخل فيها الموالي كان منهم من الأغنياء أيضا، فيقع فيها التعاون الذي هو تكافل اجتماعي، ولا يحتاج فيها إلى الرجوع إلى العصبة حتى يتأكد من الارتباط النسبي. ذلك أمر غير مقصود في مثل هذا. وإذا تعذرت العواقل كالأمصار التي تختلط فيها الأنساب، فإن المرجع إلى الديوان، والديوان معناه الخدمة التي يعمل فيها الإنسان، فمن كان شرطيا يدي عنه الشرطة، ومن كان حرسيا يدي عنه الحرس، ومن كان معلما يدي عنه المعلمون، ومن كان أستاذا يدي عنه الأساتذة، وهكذا. ويمكن أن تقوم النقابات في عصرنا هذا مقام الدواوين والعواقل. السؤال الثالث: إذا كانت دية الخطأ تعطى منجمة، فهل يرتبط وجوبها بالعصبة الموجودين وقت وجوبها مع الموجودين وقت حلول كل نجم؟ وإذا كانت العبرة بالعصبة الموجودين وقت وجوبها ومات أحدهم قبل دفع بقية النجوم فما الحكم؟ الجواب أن كل ثلث منها يحل بآخر السنة التي هو فيها، فمن وجد في ذلك الوقت من العاقلة غنيا بالغا قادرا على المشاركة طولب بها، ولا يحدد له شيء إلا إذا دفعوا جميعا أقل من المطلوب فيفض عليهم الباقي على حسب دخلهم وقوتهم المادية. ولا اعتبار لمن كان في وقت وجوبها في السنة الأولى أو في وقت جناية، هذا لا اعتبار له، إنما الاعتبار في وقت الجمع. وليست هي دينا خاصا يترتب في ذمة الإنسان فيطالب به ورثته بعد موته، بل هي حق عام على العاقلة، فمن أدركه وقت جمع نجم من نجومها متصفا بشروط الشرعية خال من الموانع أخذت منه، ومن كان قد مات لم تلزم ورثته. السؤال الرابع: إذا كانت المصلحة في تعجيل الدية مقابلة إسقاط بعضها فهل يجوز ذلك، وأين هو ينضع وتعجل؟ وما هي صلاحيات ممثل المستفيدين من الدية مقدما كان أو وكيلا، علما أن هذا المقدم عم شقيق، فما هي صلاحيته في إسقاط الجزء؟ الجواب أن هذا من باب الصلح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وجاء ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، فيجوز الصلح على بعض الدية. وإذا كان ذلك مصلحة اليتامى والضعاف فهو أولى، فإن الجمع كما ذكرنا عليهم وفيه مشقة وعند، وكذلك التأخير 3 سنين فيه أيضا نقص للقيمة، فإذا صالح وليهم على جزئها معجلا فذلك له، وعليه أن لا يحابي العاقلة وأن يختار ما هو مصلحة لأوليائه، وذلك معروف عرفا. من المعلوم أنه إذا كان الإنسان تاجرا فيعرف الفرق بين 5 ملايين منجمة على 3 سنين تحل بأواخرها وجمعها على أصحابها يتبعونها وفي جمعها تكاليف كبيرة، فلا شك أن قيمتها من النقد العاجل أقل منها بكثير. فإذا عجل له 2 مليون مثلا مقابل 3 ملايين مؤجلة وجمعها عليه كان له أن يصالح بهذا
المبلغ فيأخذه في مقابل الدية، وهكذا. فهذا النوع هو من قبيل الصلح وليس من قبيل ضاع وتعجل، لأن هذا ليس فيه دين متقرر على الإنسان من قرض أو من سلم، وضاع وتعجل إنما تدخل في القرض والسلم. وهي أيضا هذا محل خلاف عند الحنابلة أنها لا بأس بها، وأن يعتمدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قينقاع لما أراد إخراجهم من المدينة ولهم ديون على أهلها فقال ضعوا وتعجلوا. وصلاحيات الوكيل أو المقدم أو الولي في هذا صلاحيات كاملة، لأنه يجب عليه أن يختار الأصلح لمن تولى أمرهم فيصالح لهم على ما فيه مصلحتهم. السؤال الخامس: إذا كان ممثل الأطفال المستفيدين من الدية يرابح في مالهم لمصلحتهم فهل يمكن أن يبيع لنفسه؟ الجواب: لا يمكن ذلك، لأنه لا يخلو من محاباة، والإنسان عليه أن يتهم نفسه في هذا الباب، فعليه أن يحذر من المحاباة لنفسه في مثل هذا النوع، وأن يختار مصلحة اليتامى على مصلحة نفسه. هذا سؤال عن صفقة وكل فيها المرابح الطرف الآخر على شراء البضاعة فاشتراها هذا الطرف وباع لنفسه. جواب أن هذا النوع هو من الحيل التي ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فحيلة اليهود لم تنفع في إباحة ما حرم الله، فلذلك على الإنسان أن يحذر من هذا النوع. عليه إذا أراد أن يرابح طرفا آخر أن يشتري له البضاعة ويوكل شخصا ثالثا يشتري له البضاعة ويبيعها له بالثمن الآخر المتفق.